عندنا سؤالين. السؤال الأول، ليش غرقت سفينة التايتانيك؟ راح تقول لي إنه هذا الجبل الجليدي طق الشاص مال هاي السفينة وفلشها. زين، السؤال الثاني، الضباط الموجودين على هاي السفينة شلون ما شافوا الجبل بهذا الحجم؟ تعال نسولف. المؤرخ البريطاني تيم مالتون قدم تفسيرات جديدة لحل الغموض اللي أحاط بغرق سفينة التايتانيك بعام 1912 ب 12 أبريل، وقال درست لأكثر من 6 سنوات وبحثت عن السبب الحقيقي، واكتشفت أنه أغلب الأسباب اللي انطرحت كانت أسباب غير دقيقة وما تؤدي إلى هذا الحادث المؤسف أساساً. بحيث واحدة من هاي الأسباب قالوا أنه قبطان السفينة كان مخمور، في حين أنه قبطان السفينة كل الأدلة تثبت أنه ما تناول الخمور أثناء الرحلة أبداً. وواحدة من هاي الأسباب أيضاً قالوا أن دفة السفينة كانت قصيرة أو صغيرة وما كانت عندهم مناظير قوية حتى يشوفون الجبل، في حين قال أنه هاي الأسباب كلها مستحيل تبرر الحادث المأساوي المؤسف اللي صار للسفينة. تيم مالتون يقول أنه السبب الأكثر ترجيحاً لغرق السفينة هي حدوث ظاهرة اسمها ظاهرة ضباب السراب. هسه راح نسولف لك عن هاي الظاهرة. المؤرخ البريطاني قال انه الشهود الموجودين على السفينة قالوا انه هم كانوا باصفى ليلة في التاريخ من حيث الرؤية، يعني كل شيء كان صافي والرؤية كانت كلش ممتازة بذيك الليلة، في حين انه سجل المراقبين اللي مكتوب بالسجل مال السفينة قالوا انه اكو ضباب كان موجود بالافق. فاختلفت الروايات بين الناس اللي موجودين على السفينة اللي نجوا رواياتهم وشهودهم وبين سجل المراقبة الموجود بالسفينة نفسه. مالتون قال انه الليلة ذيك ما كانت صافية من ناحية الوضوح ابدا، بحيث انه الشهود اللي قالوا انه الليله كانت صافيه مالتون يقول لا، كانت اكو ظاهره اسمها ظاهره ضباب السراب. قال انه هذا الوهم الموجود تولد بسبب وجود السفينه في بقعه معينه من المحيط الاطلسي. قال انه المياه المتجمده اجتها تيارات الهواء الدافئه فصار انعكاس المعروف عندنا بالانعكاس الحراري، تولد عند الشهود كلهم هذا الوهم انه كانت ليله صافيه جدا. وبسبب الانعكاس الحراري اشتغل الهواء البارد كعدسة اشتغلت على ثني الضوء، بالتالي خلى الضباط يعتقدون انه هاي كانت ليلة كلش صافية، في حين انه كان قدامهم جبل وهم ما يشوفونه اساسا، لان الضوء اللي واصل لهم كان من ثني بسبب تيارات الهواء الباردة والمياه الباردة والانعكاس الحراري وضباب السراب. بالإضافة إلى ذلك مالتون قال إنه الضباب اللي كان منتشر حول السفينة كان يشبه لون الجبل الجليدي. مالتون قال إنه الضباط لما شافوا الجبل الجليدي كانت قدامهم أقل من دقيقة حتى يراوغونه، وبما إنه هذا مستحيل فاصطدمت السفينة بالجبل وتسبب بغرقها خلال ساعتين فقط.